يا دكتور، انا دلوقتي كنت مركب تركيبه وقعت او كنت مركب طربوش وقع، اعمل ايه وايه المشكله؟ طب ركز معايا. ببساطه كده، على حسب نوع التركيبه. يعني التركيبات اللي هي البورسين فيوستو ميتال او الزيركون، الموضوع ده بيبقى فيها سهل. ليه؟ لان الحاجات دي بتبقى ملزوقه، يعني في ماده ما بين التركيبه او الطربوش والضرس، وهي المسؤوله عن ان ده يمسك في ده. فببساطه الماده دي ماده كيميائيه، مع الوقت قدرتها على اللزق ممكن تقل شويه فبتفك. فببساطة احنا بنيجي نقوم شايلين المادة دي، منضفين كويس ومنضفين الضرس كويس، ونحط مادة من اول وجديد ونلزقها من اول وجديد، ودي بتبقى موضوع سهل جدا وعادي ومفيش فيه اي مشاكل. المشكلة في تركيبات الاي ماكس، لان الاي ماكس بتبقى مرتبطة بالضرس بطريقة تانية، فبنحتاج نعالجها بطريقة تانية، وساعات ما بينفعش تتلزق تاني. بس الاي ماكس نادر قوي ما يفك او يحصل فيه المشكله دي. فما تقلقش، لو عندك طربوش او تركيبه فكه باذن الله الموضوع سهل جدا وما فيهاش اي مشاكل. انا دكتور محمد نجيب زياده، وده مركز ماس طب الاسنان. لو عندك اي استفسارات سيبها لي في الكومنتس ونجاوب عليها باذن الله. سلام.